السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، واهلا بيكم في حلقة جديدة من دلع مطبخك مع نانسي. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الابواب خلاص. الحلقة النهاردة ان شاء الله فيها حاجات جميلة هتعجبكم. هنعمل تفريزات في كل حلقة حاجة شكل يعني. هنشوف النهاردة التفريزات هتكون عن ايه. انا قلت لكم طبعا ان انا ان شاء الله هحاول ان انا ما اغيبش في تنزيل الفيديوهات، بس والله كان غصب عني يعني. انا كنت تعبانة شوية اليومين اللي فاتوا، واكيد باين شوية في صوتي. كان عندي برد، فالحمد لله يعني ابتديت اطلع منه. بس طبعا لسه متأثرة شوية، الأحبال الصوتية أكيد سامعين يعني صوتي عامل ازاي. بس انتوا عارفين بقى طبعا أمشير متعبنا كلنا يعني. كل شوية في حال الجو طبعا التغيرات بتاعته دي بتجيب لنا برد. فالحمد لله على كل حال. النهارده هنعمل تفريزات كده زي ما انتوا شايفين. البرتقان دوت هنعمله، هنفرز معاكم برتقان. وكل حلقة ان شاء الله هفرز معاكم حاجة شكل. عايزين نجهز لرمضان، ولسه ان شاء الله هعمل لكم فيديو برضو الحاجات اللي انا مشتريات رمضان كلها. انا عارفه انتوا بتحبوا الحاجات دي. بس بقى شجعوني يلا، انا ربنا يعلم انا طالعه بسجل الحلقه دي عشان ما اغيبش عليكم اكتر من كده. وانا تعبانه مش قادره اتكلم، بس ايه قلت برضو اسجل معاكم يعني حلقه. علشان زي ما وعدتكم احاول باذن الله اكون معاكم على طول. بس شجعوني باللايك بقى والاشتراك. انا فرحانه جدا. برغم اني تعبانه بس عايزه انزل، لان بصراحه معنوياتي الحمد لله الحمد لله يا رب دومها مرفوعه اليومين دول، لان حاسه القناه في تحسن. وحاسه الحمد لله المتابعين بيزيدوا والعيله بتاعتنا بتكبر. فالحمد لله يعني ان شاء الله ربنا يزيد ويبارك. انا مبسوطه بالنتيجه دي، وان شاء الله يعني ده بيديني حماس لاكتر واكتر. فشجعوني بقى باللايك، وشجعوني بالاشتراك، وشيروا الفيديو عشان اصحابكم واصدقائكم وقرايبكم يشوفوني. والقناة بتاعتنا تكبر اكتر واكتر. هي مش هتكبر غير بيكم. وربنا بفضل ربنا اولا طبعا، وبعدين حضراتكم. فشجعوني باللايك بقى، ومتنسوش بقى تنزلوا الفيديوهات. لو عندكم اقارب مثلا تبعتوا لهم تشيروا الفيديو. اكيد عندكم اقارب مش لو يعني بس ايه يعني قصدي، معلش البرد مأثر شوية. هو الفيديو النهارده روتين كده زي ما انتوا شايفين. كان عندي، كنت لسه صاحيه من النوم، فكان عندي شويه مواعين كده بتاعه العشاء بالليل. فكنت تعبانه ما قدرتش اكملها، قلت بقى مش مشكله الصبح كده واصور معاكم برضو في نفس الوقت. انا من العادي ما بحبش اخلي مواعين يعني في الحوض كتيره في بالليل. بس لما بكون عارفه ان انا هصور معاكم بقول نتشاركوا بقى مع بعض وانا بغسل المواعين كده. وانا عارفه انتوا بتحبوا جو الصابون بقى والرغاوي والكلام ده. بيحفز وبيشجع جدا. انا نفسي لما كنت اتفرج على حد كنت بتشجع وعايزه اقوم اعمل اي حاجه في المطبخ. فقومي كده بقى يلا اتفرجي، وحطي الموبايل قدامك كده وانت بتعملي اي حاجه في المطبخ بقى. شوفي انت وراكي ايه. هتشجعك جدا، بتدي حماس وتحفيز كده ان احنا نعمل اي حاجه ناقصانا. وانا من عشاق المواعين اصلا يعني. انا بحب جو الرغاوي ده والمواعين كده وانا بغسلها. بحب الغسيل في اي حاجه سجاد يعني. انا مشتاقه جدا ان شاء الله يعني رمضان كده بقى يجي ويجري كده بسرعه. عشان عايزه اغسل السجاد. انا نفسي اليومين دول كنت هعمله، بس كنت مش حابه يعني اضيع بهجه العيد. وانتوا عارفين طبعا العيد احنا بنبقى مبسوطين جدا بحته ان احنا نغسل السجاد والستاير، والجو ان انت تسيبي الشقه، انك تسيبي الشقه فاضيه ده وترجعي تفرشيها، ويكون جايبها طبعا لو عندك حاجات جديده جايباها مفارش. الكلام ده كله بيشجعنا، بيبقى حاجات جميله جدا. ادخلوا بقى شوفوا برضو في حاجات جميله لرمضان. انا كنت عاملاها السنه اللي فاتت، وهنزل لكم منها حاجات تاني برضو. انا كنت عامله القطايف طريقتها في البيت سهله وبسيطه جدا. طبعا بتبقى احسن من انت تقفي بره في طوابير طويله، وتقفي تستني على ما يعملوا بقى على ما يجي دورك. وطبعا الحاجه برضو بقت اغلى يعني. لو انت بتدوري على التوفير، لا هي في البيت فيها توفير جامد جدا عن بره. توفير في الوقت وتوفير في الفلوس كمان. فان شاء الله هنزل لكم برضو باذن الله الكنافه. وهنزل لكم طريقه الكنافه الصواني اللي هي المحشيه، الكنافه المحشيه طبعا. وهنزل لكم طرق اللي هي الصوابع. هعمل لك يعني ان شاء الله باذن الله حاجات جميله كده لرمضان. تابعي القناه معايا وهتنزل حاجات هتبسطك جدا وهتسعدك. بس اهم حاجه فرحوني باللايك وبالتعليقات برضو. اللي يجرب حاجه يكتب لي في التعليقات انها عجبته جربها والنتيجه كانت عامله ازاي. وان شاء الله هتعجبكم. كده انا كنت خلصت بقى المطبخ. خلاص خلصت المواعين وشطبت كده عليها وبغسل الحوض. بعد كده بقى هدخل على ان انا اجهز الاكل. انا قلت اول حاجه هبدا بيها، انا لسه صاحيه طبعا والاولاد نايمين. مفيش غير ساندي بس اللي كانت صاحيه. كان كرم ونانسي نايمين. وساندي هي بصراحه اللي بتصورني حبيبه قلبي، ربنا يخليها لي يا رب. انا هنا كنت ناويه النهارده، قلت نعمل كده اكله خفيفه وسريعه ومفيده في نفس الوقت، كلها بروتين برضو. عملت لهم كبد وقوانص. عشان اللي بيحب الكبد بيحبها، واللي بيحب القوانص برضو عامله له منها. انا بحب اغسلها بطريقه الفراخ اللي هي محلول النقع. عملناه قبل كده في حلقه، هنزلها لكم برضو في صندوق الوصف. واللي مش عارف صندوق الوصف هنزلها لكم في اول تعليق الرابط بتاع الحلقه.
انا غسلتها، هتشوفوا الطريقه غسلتها ازاي، هتغسليها بالطريقه اللي انا هسيبها لك في التعليق ديت. خشي شوفي الحلقه هتعجبك قوي. دي للفراخ ده الزفاره خالص، وللكبد برضو والقوانص لو انت حابه تعمليها. وحطيت فلفل اسود وبصل وحطيت عليها مرقه كده، ولو عندك بهارات فراخ برضو حابه تحطي حطي. انا بحب احط الحاجات دي بس مش بحب اغير طعم الحاجه قوي. بس بسيبها تتبل كده حوالي ساعة في التلاجة، انا مش مستعجلة عليها، بدخلها التلاجة وبعد كده بحط عليها مية وبحطها تغلي عادي زي الفراخ. لما بتسلقيها الاول، بعد كده بتحطيها بعد ما بتتسلق كويس بتأكدي انها اتسلقت، وبتحمريها في سمنة وبتحطي عليها فصين توم كده مهروسين، وبتقلبي تحطي عليها فلفل اسود تاني وشوية ملح، وبتبقى جميلة جدا. وجنبها شوية بطاطس محمرين وفلفل كده مقلي، بتبقى جميلة بألف هنا وشفا اللي هياكلها، وبألف هنا وشفا للي هيعملها. هحطي طماطمايه معاها بتبقى جميله بدايه الزفاره. وكان عندي شويه برتقان كده. انا من النوع لما باجي افرز حاجه ما بجيبش كميات كبيره وافرزها. بصوا هي دي مش تين، انا بوريكم يعني دي في القشره نفسها. انا بحب اجيب كميه كده صغيره، مش كميه صغيره يعني، بيكون عندي في التلاجة انا جايبه كميه استخدمها. يعني انا ساعات بيعدي اللي هو البياع من تحت البيت، فانا بسحب بجيب منه. ولما بحس ان الحاجه بقالها كده فتره في التلاجة، فبروح واخداها مفرزاها واجيب تاني حاجات فريش تاني واعملها للبيت. هي ما حصلهاش حاجه في التلاجة طبعا، بس انا حاسه كده ايه، ان هي خلاص يعني بقالها كتير، بدل ما هم مش رايحين يعني بياكلوا منها، بس تبقي منها كتير لسه وزحمه في التلاجة، والحاجه ممكن تبوظ منك. فانا بفرزها كده في التلاجة عشان يعني عندي نانسي بتحب تاكل البرتقال كده زي ما هو، بقطعه لها وبتاكله، ما بتحبش العصير قوي. فانا قلت افرز الشويه اللي باقيين اللي انتوا شفتوهم دول احطهم في الفريزر. انا كان عندي شويه قبل كده وحطيت عليهم دول تاني. وبرضو لو صادفني ان انا نازله بشتري حاجات هجيب تاني، يعني انا ما بحددش لنفسي كميه معينه. يعني بنزل اشتري حاجه فالاقي فرصه برتقان اهو، فاروح جايبه، لقيت طماطم اروح جايبه الحاجه اللي بلاقيها في سكتي كده وبجيب على قد ما اشيل. مش بجيب برضو عشان ببقى شاريه حاجات تانية، بجيب على قد ما اقدر واشيلهم. البرتقان ده انا بحب افرزه بالطريقه دي، جميله جدا. وطبعا انا الاسترتش عندي خلص فما جبتوش لسه، فلما بيكون عندي استرتش بحطهم في اطباق اللي هي الفل دي اللي هي البيضه، وبحط عليها الاسترتش بروح مغلفاه. الطريقه دي جميله جدا، ما بتاخدش مساحه في التلاجة، وبيكون شكل البرتقان احلى كمان في الكيس، وبتطلعي منه الهوا كده زي ما انتم شايفين، وبتدخليه الفريزر. بتكون طريقه سهله وجميله، ما بياخدش مكان في الفريزر. وبتيجي لما بتطلعيه بيفك بسرعه جدا، وبتضربيه عادي في الخلاط. انا بعمل كميه على قد اللي انا هستخدمها، انت عارفه طبعا عدد اسرتك على قد ما هتستخدميهم، على قد الاسره. لان طبعا عارفين البرتقال ما ينفعش يتساب فتره طويله، وفي ان انت تعمليه عصير وتسيبيه في التلاجة ما ينفعش، بيمرر شويه حتى لو حطيتي عليه ليمون. انا بقى عملت شويه دولت، قلت على قد ايه الاسره بتاعتي، وعلى قد ان انا برضو هحط جنبهم في خروب في بلح بعد كده لحاجات رمضان. ولسه في تفريزات تانية. يا رب يكون الحلقة النهاردة عجبتكم. يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي اللايك عشان تبقى يعني تقديرا لمجهودي. بحبكم جدا، واشوفكم في حلقة جديدة من دلع مطبخك مع نانسي. باي باي.